السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب الجميع بخير وصحة وعافية. تاني تجربة ليا في الأونلاين. أول مرة اشتريت حاجات أونلاين جبنات وطلعت طبعا مضروبة. دي تاني تجربة ليا وعشان ناجحة حبيت أوريكم اللي أنا اشتريته أو بنتي اشتريته هي وزميلتها من الأونلاين على الفيسبوك. شركة تاج للمصنوعات الجلدية. بصراحة شركة تستاهل أو تستحق إن احنا نشيد بيها أو إن احنا نشكرها أو إن احنا نعرفكم بمنتجاتها، لأن بصراحة أكيد طبعا كلنا عندنا الفيسبوك ومرت علينا الشركة دي وشفناها. ده أول منتج شتوي هافبوت. طبعا في موديلات مختلفة كتير جدا. آه، احنا بنوريكي دلوقتي، بص المتانة بتاعت الجلد، بصوا طري ازاي، حتى النعل طري جدا، مشقش شوية بتتنيه. وطبعا كل ده والمندوب واقف مستنينا نجرب المنتج. وطبعا بالولاعة بنشوف بالنار كده عشان نشوف ده منتج جلد طبيعي ولا صناعي. فطبعا كلنا عارفين الحكاية دي اللي بتتعمل. وزي ما احنا شايفين الخياطة من جوه شغل نضيف. وكمان بالمناسبة الشوز من بره زي ما احنا شايفين متخيط. الجلد في الخياطة داخلية زي ما احنا شايفينها بسيطة مش باينة. الجلد في النعل آه، منتج جميل جدا بصراحة، ما فيهوش أي عيوب. وزي ما احنا شايفين هي عمالة تتني الجلد الشوز ازاي. الجلد لا كرمش ولا شق ولا أي حاجة. طبعا في منتجات مختلفة طبعا غير الشوز ده كده، في الشوز العادي وفي الصيفي والشتوي. ده المنتج التاني حتى بص الشنطة بتاعت الشوز قيمة كده، شكلها شيك، مش أي حاجة بصراحة. شركة تستاهل إن احنا نشيد بيها والله وبمنتجاتها. ده الصيفي، جابت عرض صيفي وعرض شتوي هي وزميلتها. بكار طبعا لازم يطلع ويشوف احنا بنعمل ايه. وهتلاقيه في معظم الفيديوهات كده طالع يعني بيتفرج احنا بنعمل ايه. برضو شايفين الخياطة، مخيطين الشوز النعل في الجلد خياطة شيك كده برضو. وهو شكله حتى شكلها جميل يعني، شكلها حلو بصراحة. والأسعار حلوة. بنجربها برضو نشوف الجلد إذا كان جلد طبيعي ولا صناعي بالولاعة. ومن جوه تبين طبعا ان هو جلد طبيعي. والجلد طري جدا، النعل طري. انا زي ما انا اشوف جبت الجبنات برضو من اونلاين، وجبنات اللي هي الميكس الشيدر على التركي على الموتزاريلا وطلعت سيئة. وقلت المكان اللي انا جبت منه او اسم الصفحة اللي جبت منها. ده برضو لقيت المنتج جميل، فقلت لازم اللي انا اعمل فيديو واشكر في الشركة دي او اعرفكم بالشركة دي. اسمها التاج. هي ملهاش محلات، هي بتبيع اونلاين. وتستحق طبعا الشكر والتقدير على منتجاتها. نذكر بعض بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنت هقول ايه تاني معلش الفيديو طول مني. او تهت منكم معلش. المندوب بقى حد ذوق جدا 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 محترم جدا. هو رفض يدخل اصلا من باب الشقة. قال المنتج عندك جربيه شوفيه قيسيه فتشي فيه. وانا مستنيك. لا رفض حاجة ساقعة حاجة سخنة يشربها. رفض اي حاجة. حتى المَيّة، طَب مَيّة بقينا إحنا نقول له عايز حاجة، طَب ادخل ارتاح، رفض. حد محترم جدًا وذوق جدًا. تاني حاجة أحب أشكر الشركة والمسؤولين عنها، إن بصراحة المنتج جميل جدًا وجيد. تاني حاجة المواعيد بتاعتهم مضبوطة جدًا. طبعًا أنا اللي اخترت الميعاد اللي يجوني فيه، أنا اللي اخترت اليوم والتوقيت. ما قالوليش لأ ما يناسبناش، لأ بصراحة لأ، أنا قُلت لهم أنا يناسبني اليوم كذا والساعة كذا. فاتصلوا بيّا من بداية اليوم أو من أول النهار وقالوا إحنا جايين النهارده موجودين. قُلنا له تمام، الساعة كذا، قُلنا له تمام. وفي نفس الميعاد بالضبط بالدقيقة والثانية لقينا المندوب بيتصل، أنا يا جماعة تحت البيت أطلع والّا لأ؟ شوفوا الذوق والاحترام. بيستأذن إن هو يطلع سواء بقى في ستات لوحدها أو بنات لوحدها. في راجل ما فيش راجل، قمة في الذوق والأدب والأخلاق.
طبعًا جه وخدنا منّه المنتج زي ما إحنا شُفنا. أنا طبعًا باحكي الموضوع ده لإن أنا عارفة معظم الشركات يعني الله يصلح حالهم وحالنا، غير ما عندهمش مصداقية نهائيًا في التعامل أو في المواعيد أو في نوع المنتج. بيبقى عارض منتج حاجة وبتلاقيه جاي لِك حاجة تانية خالص. لكن بصراحة ده إن شاء الله مش أول منتج. أو بالنسبة ل ل ل لمصاريف الشحن، كان أول مرّة الشحن مجانًا. ولمّا أخدنا منّه عرضين وشكرنا فيه وقُلنا له فعلًا منتج يستحق الإشادة والتقدير، آآ قال لنا إن شاء الله بعد كده التعامل معانا بدون مصاريف شحن نهائي. هيكون التعامل معانا من غير مصاريف شحن. فطبعًا دي عايشين عننا مصاريف الشحن. آآ بصراحة الشركة تستحق التقدير. تستحق إن هي يكون لها فروع في كل المحافظات، مش أونلاين بس. لإن ممكن الأونلاين ما بيكونش سريع الانتشار زي أمّا يكون محلات، ويكون في مواسم والناس كلّها طبعًا إحنا عارفين في المواسم الأعياد والمدارس وكده الناس كلّها بتنزل تشوف المحلات عشان تشتري لولادها. ف بنتمنى لهم التوفيق، بنتمنى لهم المزيد من الازدهار، نتمنى لهم المزيد من الانتشار ويكون لهم محلات في جميع المحافظات. بصراحة آمم أنا أول مرّة أجرّب بصراحة أو بنتي تجرّب حاجة أونلاين. فإحنا إن شاء الله مش هيكون آخر تعامل معاهم. آمم ونذكّر بعض بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صلاة وسلامًا طيبًا مباركًا عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أنت التاج للمصنوعات الجلدية ده اسم الشركة أو اسم الصفحة على الفيسبوك يا جماعة. التاج للمصنوعات الجلدية. وده رقم التليفون ورقم ال اسمه رقم الواتس أو واسم الصفحة على الفيسبوك. يا رب يكون الفيديو أفادكم وقدرت أفيدكم بحاجة أنا جرّبتها أو بنتي جرّبتها وأشادت بيها فحبينا إن إحنا نشكر الشركة عبر قنواتنا. وطبعًا كلّنا بنفيد بعض. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.